وش هذا الحال لا بيت لا مال ولا وظيفة تعبت من هذا الحال. جارنا عايش في 10 طوابق وانا واخوي عايشين بيت قديم. والله تعبت على ذا الحال. توقف حاله يدور من مكان لمكان. ايه يا اخوان، ابوي تعال مغرب بروح نصلي. من يوم العصر وانت جالس تحاوط من شجره لشجره، ولا تاني اروح عنك. مالك من يوم كستي علاقه قاعد تجلس معاي ولاجي. ويش فيك؟ متضايق من الحال اللي انا فيها. متضايق انت دومك متضايق. وش اللي فيك؟ وش اللي مضايق بك؟ لا مال لا شغل لا وظيفة، خلاص تعبت انا، مليت على ذا الحال اللي انا فيه. ترى اكيد لا مال لا شغل، رقاد واكل. من هنا يجيك الشغل؟ ما حصلنا شغل ترى، رحنا ما حد يقبلنا. قارنا عنده 10 طوابق، عنده سيارات فخمة، احنا على ذاك البيت الصغير ما قادرين نعدل فيه، عندنا سيارة على قد حاجتنا. على الأقل أنت أحسن عن غيرك، أنت عايش في البيت وغيرك ما عايش في البيت. وبعدين ليش تحسد زميلك هذاك جارك الحمد لله رب العالمين من تعبه من مجهوده، فأنت ليش تحسده؟ ما عنده باين يكون أحسن عنه. كيف يكون أنا أحسن عنه؟ أنا ما عندي وظيفة، قاعد راقد في البيت. تعبت خلاص، ما في نعيد. يا اليقظان لا تحسد الناس، يقول لك الحسد راحة نقمة ما نعمة. وبعدين أنت يعني ليش ما بتكون أحسن منه؟ يا أخي اشتغل أكد، وبعدين بحصل البيت اللي هو بسويه عنه فوق، بسويه أكثر من طابق، السيارة من أفضل السيارات. أما أجلس أحلم وأفكر وأشوف غير وأجلس أحسن غير، هذا ما راح يجيب لك أي نتيجة. صدقت. الحسد نقمة. على العموم هذا رايحين البيت، وانت نروح لك من باقر الصباح بحث لك على وظيفة. ترى القادمة راح يجيب لك رزق. قوم الصباح وتروح وبحث لك عن او شوف لك على عمل حر اشتغل فيه لين الله تعالى تتيسر امورك. ان شاء الله. ما اجلس انظر على فلان وعلان. ان شاء الله اخوي سعيد، ان شاء الله صدقت، وشكرا على النصيحة، ما قصرت. يلا ان شاء الله راح نبحث، وان شاء الله عسى ان نحصل وظيفة ان شاء الله. يلا رايحين. خلا